السلام عليكم. اليوم جيت نحضر معكم الدبارة البسكرية اللي تكون من فول يابس وحمص يابس، شوا حار، 4 حبات طماطم درسة، 2 حبات ثوم مقطعين، 4 حبات فصوص ثوم، مع دنوس مقطع. التوابل عبارة عن راس حانوت كمون، حبة ليمون، طماطم مصبرة، هريسة، وفي الآخر زيت زيتون. الوغ بعد نقع الفول اليابس ليلة كاملة في الماء، نرموه في ماء ساخن ونضيفو له الدرسة والثوم وملعقة زيت وقليل من عصير الليمون. وكذلك الحمص اليابس بعد نقعه ليلة كاملة في الماء، نرموه في ماء ساخن ونضيفو له الدرسة. متى نوجدو الحرور تاعنا، نحطو نصف جوا حار مقطع في اشوار، ونزيدو 2 حبات طماطم مقطعين، و2 حبات ثوم ومعدنوس، ونضيفو التوابل وملعقة ونصف طماطم مصبرة وملعقة هريسة، ونطحنوهم. نملحو حسب الرغبة. من جهة قطعت حبتي الطماطم ونصف حبة جوا حار والثوم ومعدنوس وأضفتهم للحرور وخلطتهم، وعاود وليت للحمص المغلي بعد نصف ساعة من الطهي. الوغ زدت له ملعقة زيت وملح وخليته يطيب لنصف ساعة إضافية. كي وصل الفول ساعة من الطياب ملحته وطفيت عليه هو والحمص، وعلى صحن التقديم حطيت الحرور وأضفت له الحمص والفول ولاصوص وخلطتهم، وحطيت شريحة ليمون وممكن إضافة زيت الزيتون وهريسة حسب الرغبة. ومعليا نقولكم غير بصحتكم، وشكرا للمتابعة.